السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم وصفة لي زيسكيمو. راح يكونوا بزاف بنان وبشكل جد راقي. دونك انا هنا كنت درت عيد ميلاد بفكرة الديناصورات. دونك سي بوغ سا اختاريت هذا اللون. فوالا، وهذا هو الشكل الداخلي ديالهم. الحاجة الاولى راح نذوبوا لو شوكولا. انا هنا استعملت شوكولا الوجدان، شوكولا بيضاء. دونك ذوبتها على حمام مائي، واستعملت هنا ملون شوكولا. انا ننصحكم بهاد لا مارك تاع لا بات دو شيف. استعملت ملون شوكولا فيرمونت. دونك قبل ما تستعملوا ملون الشوكولا ضروري تخلطوه بيان باش تضيفوه. دونك تخلطوا هنايا بيان حتى يولي لكم لون متجانس. ومن بعد راح نبداو نعمرو لو مول اون سيليكون على شكل اسكيمو. انا هنا راح ندير 3 طبقات. دونك ندير الطبقه الاولى بواسطه لو بانسو. هناك تكونوا ديروا ركزوا دائما على الجوانب وطلعوا بيان لو شوكولا من الفوق باش من بعد ما راحش تجيكم ترانسبارونت وما راحش حبه الاسكيمو تتكسر لكم. دونك طلعوا بيان لو شوكولا ما ميلا خرج لكم الفوق راح نمسحوه فيما بعد بهذه الطريقه بالموس، وراح نحطوها في المجمد حتى تحكم روحها بيان باش نديرو الطبقه الثانيه. فوالا بهذه الطريقه، وتوجو ركزوا على الحواف ومن الفوق. ومن بعد نزيدو نديروه في المجمد حتى يزيد يحكم روحه بيان، ونزيدو الطبقه الثالثه بنفس الطريقه. بالنسبه للحشو انا هنا استعملت بسكوي كنت نكهته بمبشور البرتقال ورحيته. راح نضيف له نص كيلة تاع فيتين ونص كيلة تاع جوز يكون مكسر، وملعقة كبيرة معمرة تاع شوكولاتة الطلي. هاد المقادير الكيلة تاعهم راح نخلي لكم السعة تاعها في صندوق الوصف. وهاد المكونات عطاولي 4 اسكيمو بالحجم الكبير. دونك لي اسكيمو كاين حجم كبير وحجم صغير. دونك هذا الحجم الكبير اللي راح نخدمه. دونك تخلطوا المقادير هنا بيان حتى يدخلوا في بعضهم بعض. ومن بعد راح نحكم لو مول اللي كنت درت فيه 3 طبقات تاع شوكولا. هنا درت كميه تاع شوكولاته الطري وحطيت فوقها الحشو اللي كنا خدمناه. دونك هنا تعبزوا بيان بالملعقه. دونك انا هنا علاش بديت بشوكولاته الطلي. دائما تبداو هنا بشوكولاته الطلي ومن بعد ديروا الحشو باش كي تجوا تغطوا الحلوة الاسكيمو تاعكم راح تجيكم العمليه سهله وما راحش يتخلط لكم لو شوكولا مع شوكولاته الطلي. دونك هنا تغطيو كامل لي سيرفاس بشوكولا وتنحوا الزوائد فيما بعد بالموس. وكي تكملوا ديروا طبقه تاع الشوكولا هنا تخبطوا توجور. فوالا تخبطوا توجور باسكو راح دير لكم واحد نبابل هكايا. دونك بور لي زيفيتي تخبطوا لو مول تاعكم وتسقموا الواجهه تاعو. وبعد كيما قلت لكم تنحوا الزوائد بهذه الطريقه بالموس توجور قبل ما تحطوه يجمد، باسكو الا جمد راح يتكسر لكم فيما بعد كي تجوا تنحوا الزوائد. بالنسبه للديكور انا خديت هذا لو مول تاع سيليكون فيه الاوراق، درت فيه شوكولا سوداء وذوبته على حمام مائي وخبطته شويه هكا باش يحكم لا فورم بيان. درتهم في المجمد. دونك بعد ما نشفوا وجمدوا بيان راح ندير لهم الملون الذهبي. انا توجور نستعمل هذا الملون الذهبي مع لا بات داروم دو فاني. انا ما نستعملش جينيرالمون ليكيد اللي يتبع معاه باسكو يطول بزاف باش ينشف. باغ كونطخ لا بات داروم دو فاني ما تطولش، تقعد واحد 4 5 اور ينشف لكم تري بيان. دونك هنا كنت نضيف لا بات داروم دو فاني بالعقل. كم تقدروا تستعملوا تاني لا بات داروم تاع اللوز. دونك كيف كيف راح تعطيكم نفس النتيجه لانه هاد لي دو بات داروم يجوا اللون شفاف. سي بور سا نقدروا نستعملوهم مع الملون الذهبي. طون تاني راح تنقصوا التكاليف باسكو هذاك لو ليكيد اللي يجي مع الملون الذهبي يتباع بزاف غالي. دونك درت الاوراق الملون الذهبي بهذا الشكل
ومن بعد خديت عجينة السكر، لونتها بملون بودرة أخضر نعناع فركتا، ودرت لها لو تيلوز. راح نخلي لكم الرابط في أسفل الفيديو كيفاش تستعملوا تيلوز في عجينة السكر. وحليتها وطبعتها على هاد الأحرف، ودرت لهم نفس الشيء الملون الذهبي بهذه الطريقة. دونك هنا حاولوا ديروا الملون الذهبي في كامل الجوانب تاع الحرف باش يخرج عمل متقون. دونك بالنسبه للاسكيمون، دونك انا جينيرالمون ما نديرش لو باتوني في الاول كي نكون نخدمهم، دونك نديرهم فيما بعد باسكو كاين توجور ان ريسك باش الاسكيمون تاعي يتكسر لي. دونك هنا بعد ما جمدوا بيان في المجمد راح نحيهم، راح تتحصلوا على هذا الشكل يجي بيان فيني. كنا نخدموا نحيو الزوائد بالموس، دونك راح تتحصلوا على شكل بيان فيني. دونك هنا راح تلقاو هذيك لا مارك تاع وين يجي لو باتوني. دونك كيما قلت لكم انا واش ندير، نحكم موس نسخنو بلو شاليمو وندير حفره في هذيك لا مارك باش ندخل لو باتوني تاعي. هنا راح تكون يعني العمليه سهله جدا، تتفاداو لو ريسك باش يتكسر لكم، وراح تتحصلوا على هذا الشكل. دونك انا لو باتوني كنت درت له ان ريبون بملون بني، ودرت له ورده خدمتها بلو ريبون. الا عجبت لكم الورده وحبيتوا ندير لكم فيديو كيفاش صنعتها خلوا لي في التعليقات تاعكم. من بعد راح لصقت بلو شوكولا. دونك هنا ديروا شوكولا طبقه رقيقه فقط في الاشكال باش كي تحطوهم على الاسكيمو تاعكم ما راحش تخرج لكم من الجوانب، وراح تتحصلوا على هاد لي زيسكيمو يجوا بشكل جد راقي ويجوا بزاف بنان. كيما قلت لكم انا كنت درتهم بور لو تيم تاع ديناصور، دونك سي بور سا درتهم باللون الاخضر والبني. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات وافكار واحد اخرين ان شاء الله.